تعالوا بقى النهارده نعمل أكلة المستعجلين، مستعجلة وعايزة تعملي غدا سريع وسهل كده وما ياخدش منِّك حاجة خالص، وكله في حلة واحدة. تعالي النهارده أقول لِك هنعمل غدا إيه. أنا جبت حلة حطيتها على النار سخنتها حلو أوي، بعد كده نزلت ببصلاية متقطعة جوانح، هاقلبها بقى لغاية ما تاخد اللون اللي أنتم شايفينه ده. بعد كده بقى هاشيلها في طبق كده واحطها على جنب، وتعالوا بينا بقى نبدأ الخطوة التانية. هي الحلة سخنة كده وهننزل على طول بالمكرونة. عندي مكرونة صغيرة، ممكن تحطي مكرونة طويلة يعني سباكيتي على مكرونة صغيرة وتحمريهم مع بعض، يعني تقطع الاسباجيتي كده تتقطع صغيرة شوية ونحمرهم كلهم مع بعض. وانا بحمرهم بقى هتوصل للدرجة دي بروح نازلة بالشعرية. الشعرية طبعا ما بتاخدش وقت كتير زي المكرونة. فاول المكرونة بتبتدي تحمر معايا بشوية كده بروح نازلة بالشعرية وبحمرهم بقى الاتنين سوا. في الوقت ده بقى بصوا هتاخد معايا لون مع بعض كده زي يعني ذهبي كده كلها لون واحد. بعد كده بقى هاشيلها من الحلة اللي واحطها في طبق كده على جنب، وهنكمل بقى الأكلة بتاعتنا. هرجع تاني بالحلة على النار أحط فيها معلقتين زيت بالظبط مش أكتر من كده. هنزل بقى بكوبايتين رز أو كوباية، أنا هنا دي كوبايتين في قلب المج الكبير ده. أحط كمان معلقة زيت عشان لقيت الحلة عايزة شوية زيت. هنزل بقى بمعلقة الزيت التانية هاخدهم تشويحة كده على النار. التشويحة دي هتغلف لي الرز بتاعي وفي نفس الوقت كده الرز هيبقى سخن. هجيب بقى هنا العدس بتاعي اللي أنا غسلاه ونقعاه في حبة مية سخنة قيمة ساعة أو نص ساعة كده، يعني خليها نقول ايه نص ساعة كده بس في مية بتغلي. هنسيبه بقى منقوع فيها شوية ونصفيه وبعدين نحطه على الرز هنقلبه تقليبتين. وهنزل بقى بمعلقة الملح، هحط المعلقة الملح كبيرة كده حلوة على قد الرز بالظبط والعدس. بعد كده بقى برجع بالمكرونة والشعرية اللي أنا عملتهم وبحط. بعد ما نزلنا بالمكرونة والشعرية المتحمرين هجيب بقى عندي هنا مية سخنة بتغلي. اهم حاجه تكون ميه سخنه للرز والعدس والحاجات دي كلها. هنزل بيهم بقى، هنا كانت الميه شويه فرحت جايبه بقى ايه حبه ميه ما كانوش سخنين بس ايه كده كده الحله سخنه يعني. وهحط بقى ايه مقدار الميه عاديه اكننا بنعمل رز عادي خالص. انا هنا بقى نزلت بشويه تقليه كده عشان تديني ريحه الكشري كده تجيب اخر الدنيا. عملنا كده الكشري في حله واحده. هاجي نشوف بقى الكشري بعد ما اتشرب. هاجي بقى دلوقتي اقلبه واوطي عليه خالص، يعني هدي النار على قد ما اقدر. انا هنا بوريكم بصوا المكرونه مفلفله ازاي مش معجنه ولا اي حاجه، وهي نفس تسويه الرز مع العدس وكله تسويه واحده في حله واحده. ده الكشري السريع اللي ما بياخدش مننا وقت خالص، في 10 دقايق بالظبط هتكوني عاملاه. هجيب بقى اللي تحت فوق واللي فوق تحت كده واقلبه تقليبه حلوه، وبعد كده بقى ايه بهدي النار قوي زي الشمعه كده وبوطي قصدي بغطيه وبسيبه بقى على نار هاديه كده لغايه ما يستوي معايا خالص. انا هنا مش هحط ميه تاني، هسيبه يستوي على البخار. بعد كده بقى هنحطه بقى على العين التانية ونهدي النار عليه العين الصغيرة. انا هنا بوريكم ان هو مفلفل مش معجن خالص، مش عشان ما حاطين مكرونة على الرز يبقى عجنت، لا بالعكس كله مفلفل. هنعمل ايه بقى تاني؟ تعالوا بقى نجيب الطاسة دي ونعمل شوية صلصة برضو بسرعة كده، وهو الكشري محطوط على العين التانية موطين عليه. هنعمل شوية الصلصة اللي مش هياخدوا مننا وقت خالص. حبة زيت في الطاسة، وانا بشرت بصلايه كده صغيره وحطيتها على جنب، وهبتدي بقى ان انا دلوقتي بعد ما الزيت سخن هنزل بالبصلايه بتاعتي. هنا بقى ممكن لو انت بتحبي تعمليه بالثوم هتعمليه بثوم. انا بحب الكشري الصلصه بتاعته ببصل، ما بحبش الثوم فيه خالص. بحب اعمله بالبصل بس ممكن تعمليه بالثوم برضو بيطلع حلو. كل واحد على حسب ما بيحب. هاخدهم بقى تشويحه، ولازم هنا بخلي البصله لحد ما تغمق معايا. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي لي لايك وتقولي رايك في الكومنتات في الفيديو في الكشري السريع. وهنا بقى نزلت بصوا هنا كده الطماطم دي عندي متفرزه فنزلت بيها كده كده هتفك ما تقلقيش مش هيجرى لها اي حاجه. وانا بقى عاملاها كده سايباها على النار. ههدي النار عليها لغايه ما تنزل الميه بتاعتها وتبتدي تفك كلها. وبعد كده هنطفي عليها. هجيب بقى عندي هنا شويه كمون شويه كزبره شويه فلفل اسود شويه توم باودر. انا هنا حطيت توم باودر بدل التوم العادي. واحط كمان معلقه شطه صغيره كده لو انت بتحبي طبعا الشطه والحاجه سبايسي كده. انا حطيت معلقه شطه. وهنحط بقى الملح وهحط شوية سكر صغيرين عشان حموضة الحموضة بتاعت الصلصة، وفي نفس الوقت بتخلي طعم الصلصة حلو. هسيبهم بقى ياخدوا ويدوا مع بعض كده، نسيبهم بقى على النار. وتعالوا بقى نغرف الكشري بتاعنا اول ما يتعملوا. هنكون غرفنا بقى الكشري ويلا بقى نبينا نشوف الكشري بتاعنا عامل ازاي. متنسوش بقى تصلوا على النبي في الكومنتات وتقولوا لي رايكم في الكشري السريع. دي كشري كده بصوا الكشري لو انت بقى جايه من شغلك مستعجله، عايزه تعملي اي غدا كده سريع ما ياخدش منك بالظبط بجد ما خدش مني ربع ساعه كان معمول. هنجيب بقى الاطباق بتاعتنا. انا هنا بص بوريكم برضو ان هو مفلفل جدا يعني بعد ما طفيت عليه بصوا ما شاء الله عليه. هنغرف بقى في الاطباق، ممكن تغرفي بقى سرفيس كبير او اطباق بس في اطباق كده بيبقى احلى. وهنحط بقى بصوا
الريحة مش عايزة اقول لكم والله العظيم الريحة تجنن، ولا وسخنا اطباق كتير مواعين كتير ولا حاجات كتير ولا حاجة، كله في نفس الحلة وعملنا كشري وفي منتهى الجمال. هنحط بقى الصلصة على الوش كده، وبعد كده بقى عندي التقلية اللي انا كنت عاملاها في اول الفيديو خالص. هنحط شوية تقلية، ولو انت بقى عايزة تحطي حمص تحطي حاجة تدلعي بقى تدلعي الكشري بتاعك بأي حاجة حطي له. انا هنا كده عملته وعجبني، يعني طعمه وريحته حلوة قوي، طعم بتاعه وريحته في منتهى الجمال. لايك بقى وشير للفيديو لو عجبك.